بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنعمل فطار مع بعض حلو جدا. بس قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. طبعا أنا جوزي الحمد لله دايما بيفاجئني مفاجآت. النهاردة كان يوم ماشي عادي خالص، كنت أعمل أكل لنا وخلاص وفطار وخلاص، لقيته بيقول لي لا 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 انا مش هفطر معاكم، انا عايز فطار بره انا وواحد صاحبي، فاعمل لنا اكل مختلف خالص عن اللي انتي كنت هتعمليه. دلوقتي هتشوفوني هعمل ايه. فقلت يلا ما باليد حيلة، هناخد ثواب برضو ونؤجر على هذا العمل. يلا بقى ايه، نقوم نعمل الاكل بسرعة. جبت اللحمة قسمتها نصين، نصها سلقتها عادي كده اهو، شوحتها بطريقتي المعتادة معاكم وحطيت لها كل الحبشتكنات بتاعتها وشوحتها. والنص التاني جبت بصلاية كده في حبة زيت ومعلقة سمنة وقلت اشوحها كده، ونزلت عليها بعود قرفة وواحدتين ليمون مجفف وورق لورا وحبهان ومستكة. ولو بتحبي القرنفل حطيه، بس انا في الحقيقة القرنفل لا مش بحبه بصراحة في الاكلة دي. شوحتهم تشويحة حلوة ونزلت عليهم بمعلقة كاري ومعلقة كركم. الكاري بيخلي الاكلة دي طعمها حلو جدا هو والكركم وبيديها لون جميل. واحط مكعب مرق وانزل بقى ببقيه اللحمه اللي انا كنت شايلاها. شوح اللحمه دي تشويحه محترمه كده في البهارات الجميله دي، ومش عايزه اقول لكم الريحه كانت تحفه. بحط لها بقى فلفل اسود وما بحطش الملح دلوقتي، الملح لما اللحمه بتستوي. بديها بس تشويحه حلوه في البهارات الجميله مع البصل كده والزيت. وبعدين مش عارفه المقطع ده راح فين على فكره. لما شوحتها نزلت عليها بالميه وسبتها تستوي. انا طبعا ما المقطع ده اتمسح تقريبا مني. جيت في الناحيه التانية بقى قلت بقى اقطع بصلايه كده وقرن فلفل علشان هعمل طاجن بطاطس كده او صينيه بطاطس ني في السريع كده. احط لها ملح وفلفل اسود، بتبقى حلوه قوي صينيه البطاطس دي. انا كنت ناويه اعمل اسلق لحمه واعمل صينيه بطاطس باللحمه وحبه ملوخيه ناشفين كده وحبه رز، وهو ده يبقى فطارنا النهارده. لما لقيت جوزي بيتصل بيا وانا كنت مطلعه كل الاكل يعني، قال لي لا 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 مش عايزه كل الاكل دوت، انا عايز كبسه. واعملي حسابي يعني واحد صاحبي وهاخد الاكل وهاكل بره وانتي كلي انتي والولاد النهارده. فقلت طب خلاص امشي المنيو بتاعنا زي ما هو عشان الولاد كانوا عايزين الاكل ده، واعمل له هو الكبسه بتاعته ما يجراش حاجه يعني. ما خدتش مني وقت خالص والله العظيم. انا بعملها بطريقه حلوه قوي، طعمها تحفه يعني. انا بكلمكم بعد ما فطرت بصراحه تحفه يعني. هم كلوها وعجبتهم جدا جدا جدا. بس شوفي الطريقه بتاعتي هتعجبك قوي. جبت بقى كان عندي كيس شوربه فراخ. انا بحب الملوخيه على شوربه الفراخ على فكره اكتر من شوربه اللحمه، مع اني عندي النهارده شوربه لحمه بس بحبها بشوربه الفراخ. حطيت فيها مكعب مرق وحته تومه وحبه طماطم كده من اللي كنت ضرباهم للبطاطس لصينيه البطاطس. الحاجات دي بتخلي الملوخيه ناشفه حلوه قوي. يغلوا كويس قوي مع بعض وبعد كده بشيلها من على النار. بصوا التكايه بتاعتي بقى تشيليها من على النار وتقلبي الملوخيه الناشفه بس كده. ما تحطيش الملوخيه على النار، لو حطيتيها على النار هتسود، مش هتبقى خضره كده، مش هتديكي طعم حلو. تفضلي تقلبي لغايه ما تاخدي القوام اللي انت عايزاه. بس خلاص هي فيها كل حاجتها بقى، وحطيت فيها معلقه كزبره ناشفه والملح بتاعها مظبوط. اعمل لها الطشه وخلاص. هي دي طريقتي في الملوخيه الناشفه، الصراحه بتطلع حلوه جدا اهو. الطشه بتاعتها تومه وكزبره ومعلقه سمنه كده ومعلقه زيت، تحمريها كويسه وبعدين تطشي بيها الملوخيه. الملوخيه الناشفه من الاكلات الحلوه جدا اهو. بصوا انا بوريكم دلوقتي اللقطه دي ما جاتش وانا بحط الميه على اللحمه. بعد ما شوحت اللحمه حلوه حطيت لها ميه وسبتها بقى ووطيت عليها النار وسبتها بقى بتستوي. والبطاطس اهي برضك بتستوي واللحمه اللي بتتسلق برضك على النار. بشتغل في كده حاجه كده عشان انجز واخلص بسرعه. انا ما بحبش بصراحه اتاخر على الفطار، وما بحبش اخر نص ساعه دي ابقى بجري حوالين نفسي كده، لا بحب اجهز اكلي من بدري. ولو سخنته بعد كده ما يجراش حاجه مش مشكله، بس ابقى مرتاحه ومنضفه بوتاجازي وغاسله مواعيني اللي في الحوض مكان الطبيخ ومروقه مطبخي ومروقه الدنيا كلها قبل الفطار. بحب اعمل كده عشان بعد الفطار انتوا عارفين لما الواحد بيفطر بيتقل بقى وما بيبقاش قادر بصراحه يعمل حاجه، يا دوب هو بيصلي التراويح بقى وان كان هيقرا ورد في القران او هيغسل المواعين مكان الاكل
او يشيل السفرة ويمسح، انتوا فاهمين الحاجات البسيطة دي. انا عن نفسي طاقتي بتخلص بعد الفطار، يعني كل طاقتي بتبقى قبل الفطار، بعد الفطار لا. مش عارفة مين زيي بقى. بصوا الملوخية وجمالها تحفة والله العظيم تحفة، بس اعملوها بطريقتي دي هتعجبكم قوي. كنت ناقعه بقى شويه كركديه الصبح، قلت يا بت ايه صفيهم كده وانتي واقفه بتعملي الاكل اهو بالمره. حتى السكر بصوا كان في القعر ما دابش كده، بحاول ادوبه اهو، بنزل كده وبخففه بقى زي ما انا عايزه بقى. وبس احنا طبعا صايمين مش هنعرف السكر، انا حطيت السكر بتاعه بالبركه كده، بس والله العظيم طلع حلو جدا ومظبوط. صفيته كده وعصرته كويس قوي اهو. بصوا لونه غامق وجميل، انا بحب ابله وما بحبش اغليه. مليت ازازتين كده وحطيت في شفشق ده حبه كده على قد انا وولادي بس، عشان الازازتين دول انا بحطهم في الفريزر، عشان هو بيقعد في التلاجة يوم او اتنين بس، غير في الفريزر بيقعد معاكي بوقت طويل. بصوا اللحمة لقيتها استوت، فحطيت بقى دلوقتي الملح، وهنزل بقى ايه بالرز بقى. دول كوبايتين رز بسمتي انا غسلاهم بس مش نقعهم ولا اي حاجة. هنزل عليهم كده ايه في المرقة الجميلة بتاعت اللحمة دي. كنت عايزة اقول لكم طعمها كان تحفة. دي اسهل طريقة للكبسة السعودي، معرفش بقى السعوديين بيعملوها بالطريقة دي العرب ولا لا. الله اعلم، بيزودوا حاجة بينقصوا حاجة بيحطوا بهارات زيادة مش عارفة، بس هي دي طريقتي. انا معتمدها من سنين بعملها، بتبقى تحفة. فراخ او لحمة بتبقى زي الفل، بتبقى حلوة قوي. بقول لكم كلوها كلها يعني ما سابوش منها اي حاجة. الرز بياخد ميه قد ايه؟ قالوا له هو كل كوبايه بتاخد كوبايه ونص، الكوبايتين طبعا نوع الرز. انتي حطي كده كوبايه ونص الاول، ولو لقيتيه اتشرب ولسه ما استواش زودي له كمان نص كوبايه. بس انا بالنظر كده بعمله بيطلع مظبوط، يعني مش بزود له ميه بعد كده ولا حاجه. هو انتي كتر ما بتعمليه ايدك بتاخد عليه وعلى عياره بقى. بطلع اللحمه من الشوربه اللي انا سلقتها كده، وبحطها في قلب صينيه البطاطس علشان تتحمر وتاخد لون مع صينيه البطاطس كده. وبحط لها مع حبه شوربه كده علشان ايه تكمل سواها بيهم وتتحط في الفرن بقى. يعني انا سويتها على البوتاجاز لغايه ما بقت 3/4 سوا، فاضل ربع بقى السوا ده يكمل في الفرن وتاخد لون مع اللحمه. طبعا الكبسه كانت استوت اهي، بصوا وطلع الرز مفلفل وطعمه جميل جدا. بصوا مفلفل ولونه بقى وريحته تحفه. بغرف بقى الاطباق دي بصراحه حلوه جدا، وبتحفظ الاكل يفضل سخن، ولا بنوسخ مواعين ولا اي حاجه، وبنوديها في اي حته بتبقى جميله جدا. الاطباق بتاعه الوجبات دي بعمل بغرف لهم بقى كده، كل طبق فيه بقى ايه كميه اللحمه بتاعته اهو، واغطيه بالغطا بتاعه. بصوا تحفه والله العظيم، عملي جدا العلب دي. بغرف لهم هما الاول، وبقفل بقى الاكل بتاعهم الاول، وابني ياخدوا ينزلوا لبابا علشان احنا بقى نقعد ايه نعمل اكلنا براحتنا، يعني نغرف براحتنا بقى، واروق المطبخ واظبط دنيتي براحتي بقى. بس المهم ان هو يمشي. وعملت شويه سلطه دقوس، دي طبعا كنت مستعجله فما عرفتش اعملها معاكم، بس ان شاء الله هعملها معاكم. والعلبه دي فيها ملوخيه، والعلبه دي فيها مخلل زيتون كده وجزر، وحطيت لهم كوبايات، وحطيت لهم ازازه كركديه اللي انا كنت عاملاها، وعيش ومعالق اهو، وعيش عشان الملوخيه. وحطيت الطباق بتاعت الكبسه في الكيسه التانية، واديهم لابني بقى ياخدهم وانا بقى إيه اروح اروق مطبخي بقى من المعركه اللي كانت فيه، واظبط دنيتي قبل المغرب. كان دلوقتي فاضل حوالي بتاع ربع ساعه على المغرب. خلصت المطبخ فيهم وغرفت الاكل وحطيته بره كده، انجزت والله العظيم. بصوا صينيه البطاطس بعد ما احمرت بقى في الفرن بقت جميله جدا، وغرفت شوربه للولاد. بصوا صينيه البطاطس وجمالها. وغرفت لهم ملوخيه كده، وولادي بيحبوا شوربه اللحمه قوي فغرفت لهم. وده طبق كبسه كده، قلت برضو ادوقه عشان اعرف طعمه ايه. انتوا عارفين احنا صايمين وما بندوقش الاكل ومش عارفين الملح بتاعه ولا مظبوط ولا ايه، فقلت اخلي الطبق ده عشان ابقى ادوقه واقيمها بقى. بصراحه اما بعمل اكل لحد ببقى متوتره جدا، وببقى خايفه الاكل ما يطلعش حلو، فببقى عايزه ادوقه انتوا فاهمين عشان اعرف النتيجه بتاعته، ومتشوقه جدا ان اشوف النتيجه بتاعته. اتمنى ان فطارنا النهارده يكون عجبكم، لو عجبكم حطوا لايك. سلام عليكم.